شنو غادي تكون ردة فعلك الا قلت لك هاد البنوته اللي قدامك خرجت تلعب قدام باب الدار، ولكن للاسف اختفت لمده ساعتين حتى لقاوها في واحد الدار مهجوره وبقى فيها غير القفص الصدري وجثه هامده بدون راس ولا اطراف، وهذا الشيء اللي طرا فقط غير في ساعتين. اويلي يا نهى، هادشي راه ما كيدخلش للعقل. فعلا عندك الحق، ولكن تمنيت انه ما يكونش حقيقي، لان هادشي اللي غنقول لك دابا فعلا جد صادم. الطفله مكه اللي كانت عايشه على خير وبخير مع العائله ديالها، وكان الاب ديالها تيقريها في واحد دار القران كل صباح وما كان خاصهم حتى خير. وفي نهار 6/12 سنة 2024 غادي تكتب السطر الأخير ديال هاد البنيته مكة، حيت رجعت داك الصباح من دار القرآن وطلبت من الأم ديالها أنها تخرج تلعب قدام باب الدار. الأم سمحت لها لأنها كانت غادي تخرج وتدي معاها بنتها من بعد 20 دقيقة. ومن بعد ما دازت ديك المدة خرجت الأم تتقلب على بنتها، ولكن اختفت على الأنظار، وعياو ما يقلبوا عليها ولكن بدون آثار. ومن بعد ساعتين من الاختفاء ديالها شكوا في هاد وجه الشرع اللي قدامكم هي واحد مولت ريبورتور، بحيث داك مولت ريبورتور دلهم على واحد الدار اللي قال لهم غادي نديكم ليها، ومن داهم ليها هرب وخلاهم تما كاينه. فرعوا الدار وكانت المفاجاه الصادمه انهم لقاو البنت عباره عن كالكاس، غير القفص الصدري ولكن بدون اي اعضاء ولا راس ولا اطراف. وتبين بان هاد الوحش الادمي كانت خدامه مع واحد العصابه اللي كتبيع في الاعضاء، بحيث انها من شافت مسكينه مكه كتلعب قدام الدار استدرجاتها لتما كاينه، ودارت بانها كتهبط الرحيل وهي كانت كتخدر البنت ونزلاتها في داك التريبورتور وداو مسكينه مكه المتواها الاخير. وماتت مسكينه مكه بديك الطريقه الوحشيه والجد مؤثره، بحيث ان حتى المغسله ما قداش تغسل داكشي اللي بقى من الجثه، وناض مسكين الاب هو اللي غسل بنته وغسل لي هذاك القفص الصدري اللي بقى منها. يا ربي السلامه، والوقت خيابه نوها. ايوا قولوا لي نتوما، واش باقيين تثقوا تخليو وليداتكم يلعبوا قدام باب الدار؟ يلا جاوبوني دابا في التعاليق.